السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. النهاردة بقى آخر يوم وهنركب مركب ورايحين جزيرة النباتات. فكانت رحلة نيلية حلوة جدا، خطيرة ان انت تبقي قاعدة في قلب النيل كده والمركب ماشي بيكي، احساس حلو خالص. والمركب بتاعتنا حلوة، والمركب بتاعتنا استاذ ميزو هو بتاعته. بس لو حد عايز الاستاذ ميزو ممكن تكتبوا في التعليقات وانا اجيب لكم الرقم لو عايزين تركبوا معاه في المركب بتاعته. راجل محترم وعارف كل حاجة، وممكن بيظبط لكم الرحلة كلها من اولها لاخرها. بس وده اللي هناك ده ده فندق الموفنبيك. بس بصوا المناظر خطيرة، حاجة حلوة خالص. وبعد كده وصلنا فين؟ وصلنا جزيرة النباتات. بصوا الابيض ده معمول من البامبو، الخيزران البامبو. جزيرة النباتات دي فيها اشجار نادرة جدا، مش موجودة غير فيها هي بس، وبيحاولوا ان هم يعملوا منها تاني، يعني يعملوا تكاثر من النباتات دي عشان تكتر. بصوا هنا هوريكم النباتات. بصوا كل نبات فيه البذرة بتاعته والورقة بتاعته، مجففينها وحاطينها في برواز. بصوا البذور اهي. ده المكان ده زي المتحف كده، اول ما بتدخلوا بتلاقوه. وجزيرة النباتات دي جزيرة، بصوا هي يعني جزيرة كاملة عليها الحديقة، حديقة النباتات كلها شجر، وفيها نخل اسيوي كتير قوي. واهي بصوا هنا بقى مكت عليه يعني بيبين الحديقة بتاعت النباتات. بس ورحلة جميلة ولذيذة. ولو عايزين تروحوا يعني برشحها لكم جدا ان انتوا تروحوا، هتستمتعوا باليوم اللي هتروحوا فيه حديقة النباتات. ودينا داخلين دلوقتي الحديقة اهي. يعني الاول دخلنا الجزيرة وبعد كده دلوقتي داخلين الحديقة. بصوا المناظر، ده النخل الاسيوي، فيها شجرتين نادرين جدا، يعني مش موجود منهم في العالم، تبع امريكا الجنوبية. شجرتين كده مفيش غير منهم هما بس. وبصوا الشجرة دي كان فيها فواكه وحاجات.
في شجرة حلوة قوي، لما تدخل جواها كده كأنها حضناك، شكلها حلو خالص. صورنا العيال تحتيها، وبصوا في اخر الفيديو هتلاقوا الصور دي اللي احنا صورناها كلها، منزلها لكم اخر الفيديو. شوية صور حلوين برضو، وفي صور في المركب. بصوا المكان جميل جميل. بصوا الشجرة دي شكلها غريب ازاي. وادي سليم بتصور هنا، وادي جودي، وادي الشجرة دي برضو، وفي شجرة هنا متقطعة، وفي شجرة برضو كانت متضررة وكده، وهم كانوا بيعالجوها ازاي، كانوا بيدخلوا دودة جواها عشان تاكل الحتة اللي بايظة منها، وبعد كده بترجع كويسة الشجرة. بس فيها ورد حلو وازهار حلوة برضو. بصوا النباتات دي شكلها جميل. بصوا بقى وصلنا هنا لاخر حاجة. بصوا دي بقى شجرة المستحية، دي اول ما بتلمسيها بتقفل كده، الورق بتاعها بيقفل اهي. بصوا كده، هوريها لكم اكتر كمان، هحط ايدي من وراها واوريها لكم اكتر. دي بصوا بتنزلي لها تحت عشان تبقوا عارفين المكان، ننزل لها تحت كده عشان نلاقيها اهي. بصوا كده تروح قافلة، تتقفل وتتلم كده خالص. بصوا شكلها حلو قوي. وعايزة افكركم الفيديوهات اللي فاتت لو عايزين تشوفوها هحط لكم اللينكات في صندوق الوصف، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة بقى، وتفرجوا على كل الفيديوهات بتاعتنا وعلى كل فيديوهات الرحلات. يلا اسيبكم تستمتعوا بالفيديو.